عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. نسمي بالله ونصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل النهارده كريب. تعالوا معايا كده نشوف طلبات عيش الكريب ايه، ونعمل عيش الكريب الاول. معانا هنا الاول كوبايتين لبن. معانا كوبايتين لبن، معانا بيضة، معانا هنحط 3 كوبايات دقيق، هنعايرهم الوقت بكوباية تانية زي دول بالظبط. 3 كوبايات دقيق، معانا كوبايتين لبن، هنحط ربع كوباية زيت وبيضة، ومعانا هنا معلقة نشا كبيرة، ومعانا معلقة سكر صغيرة، ومعانا معلقة ملح صغيرة. نحط بقى كده المقادير السايلة كده في الخلاط الأول. نكسر كده البيضة، بالراحة كده عشان ما ينزلش قشر منها في الخلاط. تمام كده البيضة يا حبايبي. هننزل هنا بكوبايتين اللبن، بس شوية بس عشان ما توقعش مني. بسم الله الرحمن الرحيم. عمل عيش الكريب سهله وبسيطه وما بياخدش حاجه والله، وبيبقى اطعم من اللي انت بتشتريه. يعني العيش بتاع الكريب اللي انت بتعمليه في البيت بيبقى مغذي وحلو عن اللي انت بتشتريه. كده كوبايه اللبن. احنا لسه كمان هنضيف كوبايه ميه زي دول بالظبط، هوريها لكم الوقت واحنا بنضيفها ايه مع الماده. هنحط كوبايه الميه اهي، عايرها لكم بنفس الكوبايه. بعد كده كوبايه الميه، معانا هنا ربع كوبايه زيت، كده ربع الكوبايه اهي. بنفضل المواد السائله كلها مع بعض الاول، وبعدين هنحط 3 كوبايات دقيق واحده واحده واحنا بنضرب في الخلاط. كده هنزل بمعلقه النشا ومعلقه السكر، معلقه صغيره سكر ومعلقه صغيره ملح ومعلقه نشا. كده يا حبيبي الدقيق اهو. يعني خليها مسحه كده، مش تخليها هرميه ولا حاجه، خليها مسحه كده. نحط اول كوبايه، ال3 كوبايات يا حبايبي زي بعض، يعني ال3 كوبايات مقاس واحد زي بعض. نحط الكوبايه الثانيه، ادي الكوبايه الثالثه اهي. هحطها معايا بقى وانا بضرب في الخلاط كده بالتدريج كده، هحطها واحده واحده عشان بس ايه الخليط ما يكلكعش معايا في الخلاط. هو على العموم ما تكلكعش، يعني انت عليكي تضربيه، لو مش عايزه تضربيه بالخلاط عليكي تضربيه في المضرب العادي، المضرب السلك عادي في الطبق عادي. ده يا حبايبي هضربه في الخلاط معاكم. هضرب هنا، عامل على جدار الخلاط هنا، بفتح بقى وبعمله بالمعلقه واحط الكوبايه التالتة. افتحه كده
اي حاجه جايه في الجناب كده تعمليها بالمعلقه عشان كله ايه يتجانس مع بعض، كله يتضرب مع بعض حلو في الخلاط. وكده هنزل بايه بالكوبايه التالتة. يبقى احنا كده حطينا 3 كوبايات. اقول بس تقلبها كده عشان يبقى سهل معايا في الضرب على طول. يا حبايبي اهو اتضرب اهو، ودي القوام ايه بتاع الكريب، ودي القوام بتاعي. هصفيه بقى معاكم في المصفى، هصفيه هنا بالمصفى. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان لو في اي تكتلات ولا حاجه تنزل ما تنزلش في الخليط. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك كده عشان يوصلكم كل جديد. والخليط نازل اهو. كده هنزل كل حاجه في الخليط، ننزل ده كده بالمعلقه كده. وكده صفيت الخليط اهو، حتى ما كانش فيه اي تكتلات خالص اهو، يعني ما كانش محتاج، بس برضو ايه صفيته لان انا ضرباه حلو في الخلاط، ضرباه حلو يعني ومقلباه في الخلاط وما كانش فيه اي تكتلات اهو. صفيته اهو، هسيبه بقى على جنب كده اما اروح اعمل ايه اعصج الفراخ بتاعه الكريب. كده انا معايا صدر فرخه يا حبايبي مقطعاه يعني صوابع كده، معايا صدر فرخه مقطعاه صوابع كده، ومعايا هنا 3 بصلات متوسطين كده، معايا 3 بصلات متوسطين مقطعاهم شرايح كده، ومعايا هنا الفلفل، ومعايا هنا الفلفل فلفل الوان، ومعايا هنا البهارات بتاعتنا معلقه ملح، معلقه كمون صغيره، معلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه بهارات فراخ، معلقه كزبره صغيره، معلقه بابريكا صغيره، معلقه توم بودره صغيره. انت عايزه تحط بهارات تانية حط براحتك، بس هي دي البهارات يعني اللي انا بحطها، اي بهارات انت حباها حطي. ومعايا هنا بقى الفراخ، معايا هنا الفراخ احط عليها البهارات دي كده، اتبلها بالبهارات. هي المفروض يا حبايبي يعني لو الاحسن يعني تتبل من قبلها بساعه ولا كده وتفضل في التتبيله، بس انا يعني هعملها على طول وعليها شويه زيت كده، ونقلب الفراخ دي في بعض، نقلبها كده في التتبيله كويس في البهارات. انا حاطه كده الطاسه على النار تسخن، حاطه الطاسه على النار تسخن يا حبايبي عشان احطها على النار على طول على الطاسه وهي سخنه كده، نقلبها في البهارات حلوه كده. يعني المفروض يعني ماما عليكي تعمليها من بالليل كده وتسيبها في التتبيله، بس انا عشان هعملها على طول فيعني هعملها الوقت على طول كده عادي. هغسل ايدي بس وارجع كده. الطاسه على النار اهي سخنت، الطاسه على النار هنا سخنت اهي يا حبايبي. هننزل بيها هنا بالفراخ عشان تاخد صدمه، عشان ايه انا عايزاها تاخد صدمه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. سيبها شويه بس كده عشان ما اقلبهاش، عشان لما تاخد ايه لما تدي صدمه كده عشان ما تنزلش الميه بتاعتها.
هبدأ اقلبها اهو، بدأت تاخد صدمة من تحت اهي، بقى لونها يغير. هبدأ اقلبها اهي كده، مش هتنزل يعني مية خالص. والله طريقة الكريب سهلة يا حبايبي، والله بدل يعني بدل ما نشتري من بره غالي وما احناش عارفين نظافته ايه ولا معمول ازاي. لا والله طريقة سهلة، وبعمله في البيت على طول للبنة، يعني بعمله في البيت على طول. الطريقة سهلة وبسيطة يعني مفيهاش أي حاجة، وبيبقى أحلى من اللي بره كمان. إن احنا بنعمل كده يا حبايبي، نصلي على النبي كده، تبقى الحاجة تطلع معانا حلوة كده وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حبايبي نزلت صينية معانا هنا كده، كده هننزل بالبصل، ننزل بالبصل بتاعنا كده. انت تظبطي الملح بقى بتاعك زي ما انت بتحبي وزي ما انت عايزه، والبهارات اللي انت عايزاها حطيها، يعني البهارات دي ما تقفيش على حاجه. كل واحد بيحب حاجه باضافه بحب يضيف. كده بقلبها اهو، الريحه بقى طالعه ايه. امال لو متتبله من بالليل بقى تبقى احسن من كده كمان. انزل بقى بالفلفل، كده الفراخ استوت معانا اهي. الفراخ استوت معانا، وحتى البصله استوت، يعني البصله استوت دايبه واستوت اهي. يعني احنا اولادنا بنحب الخضار يكون مستوي، يعني هو لو شكله دبل شويه وبنحبه يكون مستوي. هي كده استوت معانا، كده على جنب كده بقى نعمل عيش الكريب. جايبين معانا طاسه اهي اللي هنعمل فيها الكريب. انا بعمل في الطاسه الالومنيوم دي عشان ما عنديش الطاسه اللي هي بتاعه الكريب، بعمل فيها بيبقى حلو برضه. بمسحها مسحه زيت بسيطه خالص، يعني مش زيت، شوفي مش معلم الزيت خالص، مش معلم، مسحه بسيطه. مسحه بسيطه كده بحيث ان الخليط ما يجريش معاك. ودي خليط الكريب اهو، هاخد منه كبشه كده. وانا معايا الطاسه هنا سخنه اهي، بس بعيد عن النار، فبدأ بعيد عن النار خالص كده. وهنا الخليط معاك اهو، انت بتحطي كده الخليط وبتلفيها، لفها معاكي خالص كده. عايزه بتزودي برضه حبه خليط عادي بتزودي. لف كده الطاسه خالص لما ايه، يعني اغطي الخليط بالطاسه.
بتبقى وسط، بتبقى وسط معاك. امسكي بقى تلفي الطاسة كده. هو الرغيف ممكن ما يظبطش معاكي عادي، يعني انت بتشوفي لسه اول رغيف، بتشوفي الطاسه بتاخد معاكي كبشه ولا كبشه وشويه، عادي شوفيها بتاخد معاكي كبشه مليانه كبشه وشويه. هو معانا يا حبايبي. امسكي الطاسه كده تهزيه تتحرك معاك اهو، يبقى هو الشمع من تحت وبتحرك معاكي خالص اهو كده، بتحركيه عادي بقى زي ما انت عايز كده. هو لسه ما بدأش ياخد لون. كده بتحرك معانا اهو، الرغيف بدأ يتحرك معانا اهو، بينتفخ معانا اهو، بيتحرك. هياخد لون بس ان هو ينقط كده، بس نقط نقط كده وشيء. معانا كده يا حبايبي، هو خد لون اهو من تحت. هقلبه بقى، هتقلب بكل سهوله ولا بتقطع ولا حاجه. هياخد لون بس لون من تحت كده الوش التاني، وهشيله على طول. خد لون اهو كده، خد لون اهو، ده اللون اللي انا عايزاه، عشان لسه هنحمره بعد ما نحشيه اهو يا حبيبي. لولا بس سخن اهو كده. دي وش مخده كده نضيف، ما بستعملوش يعني، قديم ما بستعملوش، ونضيف بطلع عليه كده واغطيه يهدى بس كده، واغطيه عشان ما ينشفش. ونعمل واحد تاني كده يا حبايبي اهو. اعمل الرغيف التاني، نمسك كده الصينيه ندورها كده، الرغيف التاني اهو يا حبايبي. وبرده بلف الصينيه كده، والنار معايا وسط، وبلف الصينيه يعني بعمله زي الرغيف الاول يعني. هعمل معاكم الرغيف ده يا حبايبي، وبعد كده اكمل لانه عشان الفيديو ما يطولش يعني. هعمل معاكم الرغيف ده وبعد كده اكمل اهو. بدأ يعمل من الجناب اهو، اول ما بيستوي بيعمل من الجناب، هتلاقيه يرفع كده من الجناب. يتحرك معانا اهو كده الرغيف اهو. بمسك كده وهز الطاسه كده، تلاقيه اتحرك معايا طبعا. شوف الرغيف استوى ازاي. يعني حتى بحركه بايديا بس سخن. بحرك الرغيف ازاي، حركه كده وبدأ ياخد لون معايا اهو. اقلب عليه لو عندي بقى الطاسه بتاعت الكريب بيبقى اسهل واريح، بس انا يعني بعمل بالموجود اللي موجود عندي، بعمل بيه والحاجه بتطلع كويسه وحلوه. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك.
اهو يا حبايبي كده هطلعه كده معاكي. كده يا حبايبي عملت معاكم رغيفين اهو. هكمل بقى الباقي وارجع لكم تاني عشان ما كده يا حبايبي العيش اهو خلصنا معانا اهو. العيش معانا طري وجميل اهو. عمل معانا الكميه دي كلها الكميه دي كلها معانا اهي. هنحشي بقى السندوتشات وبعدين نحمصها على النار. نحشي السندوتشات معانا وبعدين نحمص. كده بحط الرغيف كده، احط رغيف العيش كده بعدين كده دهنة كاتشب. تعالي كده دهنة كاتشب كده. حط على دهنة كاتشب كده يا حبايبي. بعدين بحط شوية جبنة موتزاريلا. واخد هنا الفراخ اهي. الفراخ هنا اتعصجت معانا اهي، شكلها زي الفل اهي. باخد كده بقى خدي كده اعمل الفراخ كده وحشي زي ما انت عايزه بقى. احلى من بتاع المحلات يا حبايبي. ناخد كده صوص ببصل كده. حطينا جبنه موتزاريلا تاني. نوزعها كده عشان ايه اما تسيح في العيش كله، تسيح في الرغيف كله. بجد يا حبايبي ما تستاهلش اللايك. العيش تايه ما يستاهلش اللايك. واقوم بقى كده مقفله كده. نجيب الجزء الصغير كده، الجزء الكبير كده مثلث كده. احطه هنا على جنب كده لما احشي بقيه الكميه وبعدين احمر. ادي الرغيف التاني اهو. اوزع كده الكاتشب كده عليه. وبعدين كده اخد شويه جبنه موتزاريلا. الجبنه دي كانت في الفريزر وطلعتها فبتبقى ماسكه في بعضها كده. وهنا اجيب من اللحمه دي كده، اخد قطعه لحمه يعني تكلفته يا حبايبي يعني تكلفته يعني اقل من اللي بره كتير. وهتعملي كميه يعني الاولاد هياكلوا ويتبسطوا وتعملي كميه واحسن من اللي بره كتير، اوفر من اللي بره كتير واجمل كمان. يعني نظافه وحاجه انت عاملاها بايدك وعارفه هي معموله ازاي وكده. ناكل ولادنا اكل صحي احسن. احنا مش عارفين هما عاملينه ازاي، يعني النظافه بتاعتهم ازاي. كده اقفل الرغيف بقى. اخد كده وكده يا حبايبي. انا ولعت اهو اديله تحميصه طاسه كنت عامله فيها اهو. بقلبه على كل الجوانب اهو عشان يتحمر كده يعني مقرمش كده وحلو.
شكل السندوتشات اهي، نحمصها من كل يمه كده عشان تاخد لون وتحمر معانا وتبقى مقرمشه. عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان القناه تكبر بيكم كده، وربنا يجازيكم كل خير، ويا رب يبارك لكم في اولادكم ويديكم الصحه والعافيه ويكفيكم شر حاقد وحاسد يا رب، اللهم امين. ويحقق لكم كل ما تتمنوا يا رب، يا رب اللي في نفسه حاجه بتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبكده يا حبايبي انا خلصت اهو الكريب، خلصت اهو معايا شكله في النهايه، شكله في النهايه. طريقته سهله وبسيطه ومبياخدش وقت وانضف من بتاع المحلات، وفي ايدك تعملي لولادك باقل تكلفه، مهما كان مش هيبقى زي اللي انت هتشتريه من بره. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يا حبايبي وبكده يا حبايبي يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، وده غدانا النهارده. واتمنى منكم ابقى ضيفه خفيفه عليكم وتكون فيديوهات سهله وبسيطه، واتمنى عايزه منكم يا حبايبي تدعموني في القناه عشان القناه تكبر بيكم. ربنا يا رب يحقق لكم كل ما تتمنوا ويجعله في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.